عادة براندات العربيات لما بيجوا يصنعوا عربية بيركزوا على جانبين مهمين جدا. الجانب الأولاني وهو الرفاهية، الجانب الثاني وهو الرياضية، أو إن العربية يبقى شكلها أو يبقى فيها فيتشرز سبورتي شوية. فأول مرة نلاقي براند بصراحة بيجمع بين الحاجتين دولت بطريقة سلسة جدا، وبطريقة تقدر تقول إن هم قد بعض. فالعربية على قد ما هي فيها رفاهيات على قد ما هي رياضية. فالبراند ده هو دي اس، ويمكن دي مش أول عربية دي اس نعمل لها ريفيو. عملنا قبل كده ريفيو للدي اس 7، وكانت عربية بنفس الدي ان اي من بره، ولكن من جوه وكتجربة قيادة مختلفة تماما. دي اس 7 كانت عربية عائلية أكتر. اللي معانا النهاردة هي الدي اس 4. فأهلا بيكم في ريف لاين، أنا محمد الزيات، والنهاردة هنريفيو الدي اس 4 تروكاديرو. دلوقتي هنخش على البرفورمانس، وهي واحدة من نقطة القوة بتاعت الدي اس 4 اللي معانا. العربية ده بتنزل بموتور 1600 سي سي توربو، بيطلع 215 هورس باور و300 نيوتن متر من العزم. كل ده متوصل على جير بوكس 8 سرعات اوتوماتيك، يخلي العربية ده توصل للصفر ل100 في حوالي 7 ثواني 0.4. آخر تفصيلة وإن العربية ده فرونت ويل درايف، يعني جر أمامي. وبصراحة تجربة القيادة مختلفة تماما، العربية سبورتي جدا، وهنشوف ده في تجربة القيادة في الفيديو. فالدي اس 4 ديت موديل 2024، ودي اس 4 عندنا في مصر بتنزل ب2 كاتيجوري، التروكاديرو اللي هي معانا وهي أعلى كاتيجوري، وتاني كاتيجوري هو البرفورمانس لاين. نبدأ بأول بروفايل، وهو البروفايل الأمامي، وهو نفس بروفايل الدي اس 7 اللي احنا كنا عملنا عليها ريفيو قبل كده. هو نفس الحاجة، نفس الهيدلايتس اللي أنا قلت عليها، الهيدلايتس بتاعت بوجاتي، وهتشوفوا في الانسيرت وهي بتفتح، يمكن بتفتح بطريقة مختلفة شوية عن الدي اس 7. وعندنا نفس اللوجو اللي موجود، والشبكة الشيك اللي مليانة تطعيمات من الكروم، وعندنا الفرونت ليب اللي شكلها شيك قوي. الفوانيس ده طبعا فولي ليد، وطبعا الإضاءة بتاعتها كويسة جدا. يمكن التغيير الوحيد هو الرننج داي لايت اللي حصل مع الفيس ليفت، واللي أنا ما بفضلوش، كان أحسن في الفيس ليفت اللي قبل كده من وجهة نظري، ولكن شكله حلو قوي. برضو اللوجو بتاع دي اس نفس الفكرة اللي موجودة في الدي اس 7، وشكلها شيك جدا بصراحة. وفي نفس الوقت في سحبة اللي هم الخطين دولت، وفي تضليع في الكبوت، بيبين قد ايه العربية سبورتي. وده الميكس اللي انا بتكلم عليه، ان يبقى عندك فانوس بالشياكة ده، في نفس الوقت اضاءته حلوة، في نفس الوقت يبقى عندك كبوت بالتضليعات اللي شكلها اجريسيف قوي ده، بيدي الميكس اللي احنا اتكلمنا عليه. لو بصينا على السايد بروفايل، اول تفصيلة هو الجنتل 18 التو تون اللي دي اس مشهورة بيه، ودي لمسة لكجوريوس، وفي نفس الوقت شكل الجنت سبورتي، فعامل ميكس حلو قوي ما بين الاثنين. في نفس الوقت لو بصينا على الخطوط هنشوف قد ايه العربية فيها خطوط اجريسيف مكملة، والتضليعات اللي موجودة، كل الحاجات ديت بتبين قد ايه العربية معضلة. وتقدر تشوف الكلام ده من الباك بروفايل، هتشوف قد ايه العربية تحسها خارجه لبره شويه ومعضله، وده بيساعد جدا في الايروداينامكس، وبيبين العربيه ان هي سبورتي اكتر. ونيجي لتفصيله كمان لذيذه قوي، ويمكن برضو انا لسه عندي نقطه خلاف عليها، وهو الكروم اللي موجود حوالين الشباك. عشان القوايم معموله بالجلوس بلاك، فحاسس ان لو كانت كلها بنفس اللون كان الموضوع يبقى الطف، يا اما كلها تبقى كروم يا اما كلها تبقى جلوس بلاك. معمول هنا برضو بالجلوس بلاك او الاسود اللامع، فشكلها حلو قوي. الاوكر معموله بلون كروم، عامل كونتراست حلو قوي مع العتب اللي تحت. وشكل العربيه من الجنب كسحبه، هي سحبه عنيفه شويه، مبينه الجزء الرياضي، وفي نفس الوقت عندنا علامه دي اس هنا شكلها شيك قوي. في نفس الوقت الاكستنشن اللي موجود اللي عامل شكل سبويلر لورا، العربيه شكلها رياضي جدا وعنيف جدا من الجنب. تفصيله كمان هي المرايه، ان المرايه نفس التون بتاع التون العربيه اللي فوق، وهو الاسود اللامع. العربيه ده تو تون، عندنا اللون الجراي تحت وعندنا اللون الاسود اللامع شويه فوق، فالمرايه عامله كونتراست حلو قوي. في نفس الوقت في حركه لذيذه قوي، ان المرايه طبعا فولدنج، والاوكر بتطلع مجرد ما بتفتح العربيه بطريقه شيك قوي، الاربع اوكر بيفتحوا، فدي تفصيله لذيذه جدا وشيك في العربيه. نيجي للباك بروفايل، زي ما كنا بنتكلم في السايد بروفايل، السبويلر اللي احنا اتكلمنا عليه، وطبعا اللون الجلوس بلاك شكله حلو قوي. ميلت الازاز اجريسيف شويه، هنشوف الفيجن في تجربه القياده هتبقى عامله ازاي. نفس الوقت الازاز تنتد، تفاصيل لذيذه قوي. وهو ستيل الدي ان اي بتاع الدي اس، ان هم عندهم الباترن اللي موجود بشكل الدايموندز اللي موجود في الانتيرير بتاع دي اس، هم برضو بيقدروا قوي موضوع الدايموندز دوت، هنلاقيه في حاجات كتير قوي. وعندنا الفانوسين متوصلين بخط كروم بشكله شيك قوي، عامل كونتراست مع اللوجو بتاع دي اس. وهنا الموديل بتاع العربيه هو الدي اس 4. عندنا فتحات الاكزوست، المرسيدس اشهر براند بيعمل الحاجات ديت، ان هم بيبقوا فيك تماما، فهم هنا فيك ومعمولين حواليهم زي فريم لونه كروم، عامل كونتراست حلو كشكل، شكلها رياضي جدا من ورا. والفوانيس مدياها لمسه مودرن،
فالعربيه شكلها حلو قوي من ورا. ودلوقتي هنتكلم على البراكتيكاليتي او العمليه بتاعه العربيه، وهي متلخصه في شنطه العربيه. شنطه العربيه اللي معانا طبعا هي متبطنه منتهى الشياكه، نفس فكره برضو تاني انا بقول الدي اس 7 عشان احنا يمكن دي الاكبر منها ومفروض متطوره عنها شويتين وفيها اوبشنز لذيذه. احنا عملنا ريفيو للدي اس ريفولي، وفي برضو نفس الحاجات الكروم اللي هي بتساعدك وانت بتحط الحاجه ان هي ما تتجرحش. شنطه سعه تخزينها 430 لتر، وده الاكبر في فئتها، فدي نقطه قوه بصراحه مخليها العربيه مش بس شبابيه، لا كمان ممكن تبقى عمليه وعائليه. دلوقتي هنتكلم على الانتيريور بتاع العربيه اللي هو مختلف تماما، وبصراحه يعني الفرنساويين يعني حالفين لا يحلولونا، كل مره بيحطوا لنا الزراير في اماكن غريبه. يعني مثلا ستارت ستوب انجن في الدي اس 7 كان موجود فوق، عندنا هنا في الدي اس 4 موجود تحت، هنا موجود فوق مساحه التخزين اللي في النص، وعندنا الهاند بريك موجود جنبه. في الدي اس 7 بيبقى موجود هنا، فكل حاجه مكانها متغير. وفي نفس الوقت كان كونسول هنا كان فيه كل التحكمات في الدي اس 7. هنا في الدي اس 4 عندك تحكمات الشبابيك موجوده هنا على ايديك الشمال، يعني بطريقه بصراحه جايب كيرف انا مش حاسسها اكتر، يعني مش حاسس ان هي عمليه قوي، مكانها غريب شويه على الايد. في نفس الوقت في سوفت بلاستيك وحاجات كلها سوفت تاتش يعتبر موجوده، وشويه جلد كده حلوين قوي، وفي نفس الوقت في تطريز. والكرسي فيه سبورت خفيف من الجناب ومعمول من نابا ليذر، وفي برضو التطريزات موجوده بخطوط كده مختلفه شويه برضو عن الدي اس 7، ولكن هي شبابيه اكتر وسبورتي اكتر، والقعده مريحه، ونفس الستيرنج ويل يعتبر بالظبط بتاع الدي اس 7. فهو مكررين حاجات كتيره قوي، وموجود بس يمكن تفصيله هنا بيانو بلاك شويه موجوده في اخر في الطاره. وعندنا برضو الكروم، الحاجات اللي هي مشهورين بيها اللي هي الدايموندز. وعندنا فتحات تكييف روشه قوي، يمكن برضو ممكن نحطها لكم في انسيرت، انك انت لما بتفتح الباب التكييف بيبقى طالع من الجنب وبيبقى يعني بيصب على جنب الباب، وفتحه التكييف بتتحرك مع الباب نفسه، فهي شكلها روش ومختلف. نفس الوقت لمسات كتير جلوس بلاك مع لمسات كروم زي اللي موجوده في وحده تحكم التكييف، شكلها شيك قوي، والموضوع مينيماليستيك فمريح جدا للعين، يعني موضوع هادي جدا. عندك لمسات برضو بيانو بلاك حوالين شاشه الانفوتينمنت سيستم وعدادات ديجيتال، وعندك هيد اب ديسبلاي، دي حاجه ما كانتش موجوده في الدي اس 7، فكل الحاجات دي شكلها شيك قوي. وعندك البادل شيفترز لونهم جلوس بلاك، دي اشيك بصراحه مما يبقى لونهم كروم، فالتفاصيل كلها جوه مايله اكتر لان هي مينيماليستيك. ويمكن احنا اتكلمنا ان العربيه فيها ديجيتال ديسبلاي، وهو حجم السكرين 7 انش، وعندنا الانفوتينمنت سيستم سكرين 10 انش، وعندنا زي تاتش باد صغيره لذيذه قوي بتعمل باترنز كل ما تحرك، والباترنز ديت هي فيها دايموندز نفس الستايل اللي دي اس دايما بتعمله. دي حوالي 5 انش، فيمكن عمليه هي لذيذه مختلفه شويه، ولكن برضو تكنولوجيا زياده قوي بصراحه، مش حاسس ان هي يعني ليها لازمه من وجهه نظري. في نفس الوقت في هنا زي مخدع صغير تسند عليه الريست بتاعك، وعندك الدرايفنج مودز تقدر تختار الدرايفنج مود اذا كانت سبورت او ايكو من الحته ديت. والكونسول اللي في النص برضو فيه تاتشز جلد لذيذه قوي بستيتشز، والبيلد كواليتي لذيذه، يعني المكان ماسك نفسه مفيش اصوات تزييق، والمخدع سوفت تاتش. عندنا برضو مساحه تخزين كويسه قوي وفيها تبريد، يعني يمكن التكييف واصل لهنا. في نفس الوقت في حته تقدر تفتحها تعدي منها الكيبل بتاع الشارجر بتاعك او بتاع الشاحن بطريقه سلسه قوي من الحته ديت. فكل اللمسات بصراحه العربيه يعني لكجوريوس قوي من جوه، والبرفورمانس هو اللي هنلاقيه سبورتي شويه، او الاداء هو اللي هتلاقيه رياضي وعنيف. كان فيها تضليعات كتير وحاجات تفاصيل كتير قوي، اللي بيحب التفاصيل بتاعه الدي اس وهي تفاصيل كتير قوي بتبقى على شكل دايموندز هو اللي هيحب العربيه وهيلاقي فيها تفاصيل ما بتخلصش. ودلوقتي هنيجي للانوار اللي موجوده. طبعا عندنا الانوار كلها بالتاتش او بسنسور، تقدر تنورها من بعد ومن قرب، فموضوع لذيذ جدا. وعندنا برضو فتحه السقف، تقدر تفتح الشيد ده بطريقه مانيوال، تقدر تفتحها وتقفلها مانيولي. وعندنا فتحه السقف البانوراميك سان روف بتقدر تفتحه برضو، مساحته كويسه جدا بالنسبه للعربيه وبيدخل نور وهواء للعربيه. الموضوع بيتفتح برضو بضغطه زرار، ما بيفتحش طبعا للاخر، بيفتح جزء صغير فبيقضي الغرض. وبعدين الماتيريالز اللي جوه بصراحه كاوفرول العربيه حلوه قوي، ويمكن تكسب المنافسه من حيث الانتيرير. انا شايف ان الانتيرير حلو قوي واللمسات اللي فيه غاليه وشيك جدا. ودلوقتي هنخش على برضو جزء مسؤول عن العمليه بشكل كبير. انا مزنوق جدا دلوقتي بصراحه. احنا طلعنا الكرسي اللي قدام شويتين 3 عشان اعرف ادخل جوه العربيه. لاك سبيس زي ما انتم شايفين، انا يعني حرفيا ركبتي في ظهر اللي قدامي، فالموضوع ورا
مش ألذ حاجه. العربيه بصراحه كنبتها ضيقه نسبيا، يعني ممكن تكفي اطفال، بس في نفق فتيس صغير يقدر يكفي 3 افراد، بس 3 افراد هيبقوا قاعدين يعني محشورين حشره وحشه قوي. وعندنا برضو نفس الماتيريالز اللي هم مستعملينها قدام، النابا ليذر بالستيتشز، شكلها شيك قوي، مريحه، ستيف شويه عن القعده قدام. طبعا الكراسي اللي قدام واخده يعني نصيب الاسد من الرفاهيه. وعندنا برضو نفس اللمسات، ان فتحه الشباك متعلقه لفوق كده وجايه بميل، نفس الوقت في الباترن اللي موجود بالشكل الكروم، وعندنا الهارد بلاستيك اللي معمول فيه باترن شكله حلو قوي وستيتشز، وأكرة موجودة في مكانها الطبيعي. وعندنا برضو سماعات موجودة تحت. احنا قلنا الساوند سيستم فوق الإلكترا موجود في العربية، يعني ساوند سيستم حلو جدا، هو اللي دي اس بتستعمله في كل عربياتها. وعندنا الكاب هولدر اللي موجود في النص، كاب هولدر عادي جدا، تقدر تسند كوعك، ما فيهوش حتى أي تفاصيل ولا ستيتشز، هو كاب هولدر لكوبايتين وعندك مساحة قدام. فالقعدة ورا يعني مش أسلس حاجة لو الناس سنهم كبير شوية. لو هنتكلم على آخر تفصيلتين ورا وهو الهيد سبيس، هي مش بطالة، أنا في شوية سبيس يعني برضو مش يعني دماغي مش خابطة، لأن السحبة برضو على قد ما هي شكلها عنيف من بره هي مش مقصرة قوي جوه. في نفس الوقت عندنا الأنوار برضو نفس الكلام، تقدر تقفلهم وتفتحهم بتاتش، موضوع لذيذ جدا، يعني زي ريدنج لايت كده، أنوار خفيفة قوي. التجربة من ورا زي ما قلنا الموضوع ضيق شوية وما يشيلش أفراد كتير. ودلوقتي هنخش على آخر مرحلة وهو التست درايف، وهي واحدة من أمتع المراحل للعربية ده بصراحة، لأن زي ما قلنا العربية ده 215 هورس باور و300 نيوتن متر عزم، فدي حاجة بصراحة كويسة قوي على العربية. يعني مصنفة إن هي هاتشباك، لكن هي في ناس بتصنفها كميني كروس أوفر زي ما قلنا بسبب ارتفاعها العالي شوية عن الأرض. فدلوقتي احنا هنجربها على الإيكو مود، احنا سايقين دلوقتي على المود الهادي جدا. طبعا العربيه فيها ديجيتال ديسبلاي فشكله لذيذ جدا. العربيه كشكل من جوه البانلز بالانفوتينمنت سيستم بكل حاجه شكلها مريح للعين، دي حاجه بصراحه بالنسبه لي اولويه في العربيه، انك انت تبقى عينيك مستريحه وانت سايق، تحس الموضوع هادي، ما تحسش ان في شاشات كبيره، بحس انها بتاخد من تركيزك وانت سايق. دلوقتي احنا على يعتبر طريق فيه لفه شويه، ستيرنج ويل استجابته كويسه جدا. العربيه زي ما قلنا هي دفع امامي، فدلوقتي هنشوف البرفورمانس بتاعها لما نجيبها على سبورت مود ونبتدي ندوس. برضه هنعمل لونج كنترول ونشوف العربيه استجابتها عامله ازاي على الطريق. احنا دلوقتي هنجرب المود الرياضي، فيها سبورت مود وفيها نورمال وفيها ايكو. النورمال اللي هو زي الكومفورت، الايكو بيبقى موفر طبعا بطبيعه الحال، واخر مود وهو السبورت. السبورت بنبتدي نسمع صوت شويه للاكزوست، تحس بشويه اصوات كده والطاره بتتقل، يعني يمكن نفس الكليشيه زي ما قلنا بتاع عربيات كتير، ان انت بيتغير حاجات بسيطه عشان تدخلك في المود الرياضي اكتر. احنا دلوقتي ماشيين على 100. صوت العزل في العربيه تحت ال100 طبعا كويس جدا ومقبول، يعني ما تقدرش انك انت تقول عليه غير كده، صوت العزل كويس جدا. هنبتدي ندوس كمان شويه ونسمع العربيه، نسمع صوتها اكتر، وفي نفس الوقت نشوف موضوع العزل، هل لو عدينا ال100 العزل هيبقى فيه مشكله ولا لا. دلوقتي هندوس اكتر على السبورت مود ونشوف صوت العربيه عالي قوي. العربيه قلنا 8 سرعات، فاحنا دلوقتي بقينا 140 150، بقينا دلوقتي 160. العربيه ابتدت يعني نوعا ما تبان ان هي مش ستيبل من بعد ال 160، يعني ابتديت تحس برجه خفيفه، ولكن قبل كده بصراحه العربيه ماسكه نفسها. العربيه عادي بتوصل ل 200 والدنيا بتبقى تمام، بس يعني هي برضو يعني من بعد ال 160 بتبتدي تحس ان هي في رجه كده خفيفه. ولكن العربيه كتجربه كاوفرول بصراحه كعربيه يوميه وشبابيه هي اوبشن هايل جدا. العربيه زي ما قلنا ثابته على الارض، وفي نفس الوقت السفر هتبقى اوبشن هايل جدا. تكنولوجيا العربيه كويسه جدا كمان بالنسبه لفئتها، يعني الفرنسيين عامه في الانتيرير وفي التكنولوجيا تطوروا بشكل كبير قوي، فكاوفرول العربيه حلوه قوي كتجربه قياده. وخلاص احنا هنجهز اللونش كنترول دلوقتي، بس طبعا احنا ما اتكلمناش في جزئيه ان الكراسي هنا طبعا ميموري، والكراسي فيها يعني تسخين بس ما فيهاش تبريد. طبعا مش هنجرب التسخين في الصيف بصراحه، عشان مهما قلنا هنبقى ظالمينه يعني وهنأذي نفسنا جدا. فدلوقتي هنقف ونجيب العربيه على سبورت مود، لكن هي دلوقتي كمان على سبورت مود، وهنبتدي نطلع ونشوف العربيه من 0 ل 100 كلونش كنترول هتبقى استجابتها عامله ازاي. لكن احنا دلوقتي جبنا العربيه خلاص
على سبورت مود، وهنحاول نقفل التراكشن تمام بحيث ان نقدر ناخد اللونش كنترول. قفلنا التراكشن. دلوقتي هنستعد ونشوف ال 215 هورس باور. مية 140. ما شاء الله العربية استجابتها بصراحة حلوة قوي. يعني دي النقطة اللي هي تكسب فيها، ان هي استجابة العربية مفيش لاج، والعربية ما شاء الله الباور باين. العربية تحس ان الهورس باور نشط، يعني تحس انت فعلا دوستك بتستجيب ليها بسرعة. فدي ميزة بصراحة. ولونش كنترول حلو قوي بالنسبة ل 215 هورس باور و 300 نيوتن متر.